اهلا بيكم. تعالى اقولك اهم التريكات لعمل الكبد والقوانص بطريقه سهله والطعم حكايه. من اهم خطوات نجاح الاكله بتاعتنا النهارده هي نظافتها. تغسليها كويس وتشيلي من عليها كل السمين المتراكم على القوانص وعلى الكبده، وكمان تفتحي القلب كده وتنضفيه من جوه وتشيلي اي عروق موجوده فيها بالشكل ده، وتحطيها في محلول النقع مش اقل من ربع ساعه ومش اكتر من نص ساعه، وتصفيها كويس جدا وبعدين ما تشطفيها. لازم تكون ناشفه بالشكل ده، ما يكونش فيها ميه عشان ما تعملش معاكي اي زفاره وانت بتسويها. وبعد كده هنبدا نقطع القوانص بتاعتنا والكبده بالشكل دوت. وبعد ما قطعتها هبدا ان انا اتبلها. هجيب عندي بوله وانزل فيها بمعلقه من الفلفل الاسود، وكمان معلقه من الكمون، ومعلقه صغيره من سبع بهارات، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وكمان نص معلقه من الثوم المفروم، وبصلايه مفرومه صغيره، وعليها عصره من الليمون، ومعلقه صغيره من الخل الابيض. ونقلب كل ده مع بعض كويس جدا، وننزل بالكبده بتاعتنا والقوانص في قلب التتبيله بتاعتنا الحلوه دي، ونحطها في التلاجة لمده نص ساعه على الاقل. وكل ما تسيبيها في التتبيله بتاعتها في قلب التلاجة بتكون طعمها احلى واحلى كمان. وعايزه اقول لك برضو الكبده والقوانص من الحاجات اللي لها طرق كتيره جدا في التسويه. ممكن تسلقيها قبل ما تعملي الخطوات دي، وممكن كمان ان انتي تحمريها على طول في قطعه من السمنه، بس انا بفضل الطريقه دي عشان ما يكونش باين فيها اي زفاره او اي طعم تاني يخلي لك ان انت تجزعي منها. بالعكس الطريقه دي من افضل الطرق اللي ممكن تعملي بيها الكبد والقوانص. وعايزه اقول لك كمان ما تنسيش ان انت تغطي الطبق بتاعك لما تدخليه التلاجة، عشان ريحه الثوم والبصل لما يتفاعلوا مع بعض مع البهارات ما يبوظوش الحاجه الموجوده في التلاجة. ومحضره على جنب طبق فلافل مشكله، فلفل رومي على فلفل حامي. يعني انا بحب عامه الكبده بالذات تكون سبايسي شويه، فبزود عندي الفلافل. وهجيب الصينيه بتاعتي وهنزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه ومعلقتين من الزيت، وهرفعهم على النار يسخنوا. وده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة. بص شكل الكبده لونها اتغير تماما، ما فيهاش ميه خالص زي ما انت شايفه، لان هي ما نزلتش ميه وشربت كل التتبيله بتاعتنا. هنزل فيها في قلب الزيت وهو سخن. لازم تسمعي صوت الطشه كده بتاعتك وانت بتحطي الكبده في قلب الزيت علشان تاخد لون من تحت بسرعه جدا وما تطلعش معاكي ميه. وافرديها كده في قلب الصينيه عشان كلها توصل لها الحراره بشكل متساوي زي ما انا عاملاها كده. ما تقلبيهاش طول ما هي لسه ما خدتش منك لون عشان ما تهريش معاكي وتتكسر كلها. سيبها لما تاخد معاكي لون كده وتمسك نفسها بنفسها، ابداي قلبي فيها، بس قلبي فيها بشويش زي ما انا بعمل. انا ما بقلبهاش بطريقه جامده، انا بقلبها كده بحركه بسيطه جدا. وبعد كده هنزل عليها بمعلقه الثوم المفروم بعد ما خدت اللون اللي احنا شايفينه، وهنزل عليها كمان من البهارات بتاعتنا. انا هنا محضره معايا نفس البهارات استخدمتها في التتبيله، معلقه من الكمون، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من السبع بهارات، وكمان معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الملح حسب الرغبه. واقلب ده كله. انا ده كله بعمله على نار عاليه مش نار واطيه خالص. زي ما انت شايفه كده بتاعتنا ناشفه بالشكل ده. بجد نفسي تجربوا الطريقه دي، بجد حلوه جدا. وهنزل عليها بطبق الفلافل اللي احنا مقطعينه. وبعد كده اول ما هنزل بالفلفل بتاعتنا انا برضك مش هقلبها، انا بس هحاول اوزع الفلفل جواها علشان يستوي على البخار بتاع الكبده. هوطي عليها بقى البوتاجاز واغطيها واسيبها بقى شويه في كلها مع بعضها كده تستوي في بعضها مع الفلافل طبعا مع الكبده. بجد بتبقى ريحتها حلوه جدا يا بنات وطعمها حكايه، والله بجد لازم تجربوها. وده شكلها بعد ما عدى عليها في حدود كده. انا وطيت عليها البوتاجاز بتاع 10 دقايق كده، نار هاديه خالص، وسبتها عقبال بس ما خلصت المكرونه بتاعتنا وخلصت من تحمير البطاطس. كانت خلاص استوت بالشكل ده. بص الفلفل بتاعنا خد لون، والكبده ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وريحتها بجد بسم الله ما شاء الله حاجه كده ملهاش حل. تعالى اقول لك بقى بالنسبه للمكرونه على معلومتين كده خفاف. اول حاجه وانت بتسلقي المكرونه بتاعتك بلاش تحطي في الميه زيت، عشان الزيت بيخلي المكرونه تفصل وما تشربش من الصلصه بتاعتنا. تاني حاجه وانت بتضربي الصلصه في الخلاط او الطماطم في الخلاط بلاش تحطي ميه، حاولي اضربيها كده من غير ميه عشان تكون تخينه معاكي. تالت حاجه وانت بتحطيها في قلب الصلصه ادفع لها البوتاجاز وسيبيها كده بتاع 5 دقايق بعد ما تقلبيها في الصلصه تشرب من الصلصه بتاعتنا طبعا قبل ما تغرفيها في الاطباق، وهتاكلي احلى طبق مكرونه. وعايزه اقول لك كمان لو اتبعت الخطوات دي في تطبيق عمل الكبد والقوانص صدقيني طعمها وريحتها هيختلف معاكي تماما. لو كنتش اول مره تعمليها او ما بتحبهاش هتحسي بالفرق جامد جدا. وقدمت مع طحينه ومكرونه وبطاطس محمره، وطبعا طبق مخلل صغير. وكانت دي غدوتنا النهارده بألف هنا وشفا. لو كنت اول مره بتشوفيني شرفني جدا اشتراكك في القناه، وطبعا متحرمنيش من اللايك والشير.